الآن هموم السهرانين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الأحبة، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. خير من تواضع وخير المتواضعين وخير الناس أجمعين حبيب الرحمن محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى ما عليه من أمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة. تركه سبحانه وتعالى أرسله إلينا نورا نهتدي به في ظلمات هذه الدنيا، فكان نعم النور صلوات ربي وسلامه عليه، نعم الهداية صلوات ربي وسلامه عليه، من تأسى به فاز في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، أيها المشاهدون الكرام، في حلقتنا 56 من برنامجنا هموم السهرانين، أرحب أولا بحضراتكم أيها المشاهدون الكرام، أيها الأعزة، إننا نحبكم في الله ونشهد الله عز وجل على أننا نحبكم في الله. وأرحب بضيفي الكريمين الشيخ سيد محمود، أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك وعليك. والشيخ طلعت عرفة، أهلا وسهلا بك. الشيخ أمير، وإني يحبكما في الله. بارك الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب في الجنة. اللهم آمين. اللهم آمين. حلقة اليوم كسابق حلقاتنا التي نحاول جاهدين أن نزيل هموما كثيرة من قلوبنا ومن نفوسنا. هم ألم بأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم حذر منه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وآيات ربنا تبارك وتعالى حذرت من هذا الهم. الكبر. الكبر أيها المشاهدون الكرام مرض خطير حذر منه صلى الله عليه وسلم، وبين أنه لو كان في قلب أي واحد من المسلمين ذرة مثقال ذرة من خردل من كبر لن يدخل الجنة ولن يجد ريحها. ذلك لأن الكبر بلاء أن تتزوج المرأة برجل متكبر، وعار أن يتزوج رجل بامرأة متكبرة، وحقارة تصيب الأسرة بتكبر أبنائها إذا كانوا من المتكبرين. الكبر يؤدي إلى كثير من الانحرافات، يؤدي إلى رفض الحق، ويؤدي إلى ازدراء الآخرين، وإلى سوء الظن، وإلى الكذب في مدح النفس، وإلى سرعة الغضب والانتقام، وإلى حب السيطرة، وإلى الافتخار، وإلى الرياء، وإلى المن، وإلى رد النصيحة، وإلى إسقاط الأخطاء على الآخرين. الكبر مصيبة كبرى أيها الأحبة في الله، فما من خلق ذميم إلا وصاحب الكبر مضطر إليه ليحفظ عزه المزيف أمام الناس، وما من خلق حميد إلا وصاحب الكبر يتنازل عنه ليحفظ كبره، فلا يترك له هذا الكبر خلقا من أخلاق أهل الجنة إلا جرده منه. فلا غرابة أن يخبرنا صلى الله عليه وسلم بأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. أشد أنواع الكبر وأنواعه وأقلها وأمراضه وأخطاره نناقشها الليلة، وفي الختام مسكه بأن نعالج هذا بمعرفتنا أيضا عن التواضع، هذا الخلق الذي تخلق به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبين أن
من تخلق بهذا الخلق كان جار الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة. إخوتاه أيها المشاهدون الكرام، مع حلقتنا هذه في ليلتنا هذه يوم الأحد الموافق 14 من شهر ربيع الأول، وأيضا الموافق 28 من شهر فبراير سنة 2010. أسأل الله تعالى أن يبارك في ضيفي الكريمين وأن يسدد خطامهما وأن يجري الحق على لسانهما. شيخنا الشيخ سيد، ما قولك في الكبر أولا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لا أقول كلامي ولا أقول قولي، وإنما كفانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفانا في تعريف الكبر في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله ابن مسعود أبي عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وبعض الناس يعتقدون أن هذا الكلام يعني حكمة من الحكم قالها بعض الحكماء، لكن هذا حديث صحيح مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وبعض الناس أيضا يضعون هذا الحديث أو هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه، فيتزينون بزينة ليست من زينتهم، يعني يتزين الرجل بزي المرأة بزينة المرأة، وتتزين المرأة بزينة الرجل، ثم يقول كل واحد منهما ويدعي إن الله جميل يحب الجمال. لا، ليس الأمر هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يحب أن يرى أثر نعمته سبحانه وتعالى على عبده. فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم معرفا وموضحا ما هو الكبر، قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. يبقى الكبر له شقان: شق يتعلق بالحق سبحانه وتعالى، وشق يتعلق بالخلق. شق يتعلق بالحق وشق يتعلق بالخلق. أما الشق الذي يتعلق سبحانه وتعالى، يعني لا، معذرة، الحق إما أنه الله وإما ما قاله الله، يعني الحق عامة. أي نعم، أي حق يرده. نعم، بطر الحق يعني نعم. رد الحق. نعم. وغمط الناس احتقارهم، ازدراء الناس. نعم. بارك الله فيك شيخنا الغالي، بارك الله فيك. ربنا يعزك. أيضا شيخنا الشيخ طلعت، نريد أن نعرج بنفس السؤال: ما هو الكبر أو ما قولك في الكبر؟ لكن نقول للمشاهدين سؤالين من أسئلة الحلقة اليوم إن شاء الله تعالى. أحبتي في الله، أذكر آية وحديثا عن الكبر، واذكر آية وحديثا عن التواضع، ثم تتوالى الأسئلة بعد الإجابات إن شاء الله تعالى، ونحن في انتظار اتصالات حضراتكم. تفضل شيخنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، فإن صفة الكبر كما قدمتم في هذه المقدمة الطيبة، بارك الله فيك شيخ أمير، نعم، صفة مذمومة. الكبر هو بطر الحق رده، واحتقار الناس، أي تعاظم العبد على خلق الله تبارك وتعالى. ولذلك لما قيل في الكبر قيل الكبر أشد من الشرك. الكبر أشد من الشرك، لأن المشرك يعلم أنه يعبد مع الله تبارك وتعالى غيره فيرجع فيتوب. أما الكبر
فأشد لأن المتكبر تكبر على الله تبارك وتعالى بداية. وهذا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. فالكبر هذه الصفة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث ابن مسعود، أيضا في وصية نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك وصية أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، بلا إله إلا الله وبسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق إلى آخر الحديث. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الكبر وأنهاك عن الكبر. قيل وما الكبر؟ قال الكبر بطر الحق وغمص الناس واحتقار الناس. فاحتقار الخلق هنا يرى المتكبر لنفسه على الخلق هيمنة وهو أعظم، وهذا سيأتي له أمثلة. هو اللي احنا نعرفه شيخ طلعت انه دائما هو الانسان المتكبر اللي هو بيتعالى على الناس. نعم. يعني هذا هو مفهومنا. نعم. لكن كلامك انت والشيخ سيد الآن في أن الكبر بطر الحق أو رد الحق معناه ان ممكن يقع في هذا الكبر كثير من الناس الذين في الشكل متواضعين لكنهم في الحقيقة متكبرين. قد يتكبر الإنسان بتواضعه. أضرب أمثلة. نعم. يعني مثلا الأخت المسلمة المتبرجة اللي ماشية من غير حجاب. نعم. متواضعة في أفعالها مع الناس وفي كلامها، ولكن للأسف الشديد بكلامكما لتفسير حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ورد الحق انها ردت فرض من الفروض التي افترضها الله عليها. ردته يعني ايه؟ يأتي في أقسام الكبر. يعني ما نعم. عملتش بيه. أي نعم. انا عايز يعني اوضح المشاهدين ان الامر ما هوش بالسهولة ان لا احنا عارفين خطير. مين المتكبر وخلاص. لا الأمر خطير. المتكبر اللي ماشي وحاطط دماغه فوق ورافع دماغه كده ولابس، ولما يجي حد يسلم عليه ابعد واخد بالك، يبقى ده انسان متكبر. ده اللي في مفهومنا، ده المتعارف عليه بين الناس، مش كده؟ لكن الكبر له موصوف لكن أي أوسع من إنسان ذلك. يرد الحق، يعني لا يعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعمل بالحق الذي جاء من عند الله، نعم. يكون إنسانا متكبر. نعم. وذلك قال صلى الله عليه وسلم يضيع الدين بين الحياء والكبر. الحياء أن الواحد يستحي انه يسأل، أو يتكبر انه يسأل. نعم. نسأل الله الهداية والتوفيق. اللهم آمين. طيب، رب العالمين. لما نأتي إلى مسألة الكبر، قبحه الله تعالى صفة ذميمة. نعم. فنريد بعضا من ما نعرفه عندك شيخ سيد من التقبيح لهذه الصفة، لعل الله عز وجل يخلصنا منها يا رب العالمين جميعا. اللهم آمين. آمين. يعني والله لو لم يكن في الكبر وذمه وقبحه إلا أن الله عز وجل قال إنه لا يحب المستكبرين. نعم. لو لم يكن في الكبر سورة إلا النحل. أي نعم. آية 14 أظن. نعم. لو لم يكن في الكبر إلا هذه الآية لكفت. الله أكبر. يعني تكفي الناس أن يمتنعوا عن الكبر، لأن الله عز وجل لا يحب المستكبرين. فالمتكبر لا يحبه الله عز وجل. ونحن نعرف الحديث الصحيح الذي ورد في هذا المعنى، أن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. يعني ده دليل من أدلة تحريم الكبر. أي نعم. طيب نصحح الآية بس، هي 23 في سورة النحل مش 14. آية 23 في سورة النحل. نعم. إن الله لا يحب المستكبرين. نعم سبحانه طيب. وتعالى. فنقول إن الله عز وجل إذا أحب فلانا أخبر جبريل عن ذلك، وأحبه جبريل ثم أحبه أهل السماوات، ثم وضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا يبغض المتكبرين سبحانه وتعالى. فإذا كان هناك عبد متكبر، إذا كان هناك عبد متكبر قال الله عز وجل لجبريل يا جبريل إني أبغض فلانا، يعني هذا المتكبر، يعني هذا المتكبر فأبغضه، فيبغضه جبريل عليه السلام. ثم يقول جبريل لأهل السماء يا أهل السماء إن الله تعالى يبغض فلانا هذا المتكبر، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض، فنجد الناس ينفرون منه ولا يحبونه، وخصوصا عباد الله الصالحون. بارك يا شيخ سيد، بارك الله فيك. ما ليس عندنا أدلة أخرى يا شيخ طلعت بلا في شك التحريم؟ نعم، تحريم الكبر. عندنا قول ربنا تبارك وتعالى
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. هؤلاء الذين تكبروا على الله تبارك وتعالى، فتكبروا على عبادة الله عز وجل وردوا أوامر الله تبارك وتعالى. وهذا سورة غافر. غافر، نعم. وهذا المفهوم العام للكبر يقسمه العلماء في أقسام الكبر، ويقولون أن الكبر على درجات: كبر على الله، وكبر على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكبر على الخلق، وكبر على الخلق. فهذا الكبر الذي ذمه الله تبارك وتعالى جله وقليله وكثيره، ربنا سبحانه وتعالى يقول: هؤلاء الذين امتنعوا عن أمري تكبروا على أمري. وكان أول من تكبر على الله تبارك وتعالى معلوم، وهو إبليس عليه لعنة الله. فأول معصية عصي الله تبارك وتعالى بها هي معصية الكبر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أبى واستكبر في حق إبليس، أبى ورفض أمر الله تبارك وتعالى، واستكبر على أمر الله تبارك وتعالى، واستكبر على خلق الله تبارك وتعالى. فلما وجد نفسه في هذه الحالة قال: أنا خير منه. نعم. شوف تعالى عليه بأمر. أول حاجة خالف أمر الله تبارك وتعالى وتكبر. الثانية بين كبره وقال: أنا خير منه. خلقتني من نار وخلقته من طين. فتعالى عليه بالجنس. ففلان يقول: أنا أمريكي، تعالى بالجنس. وهذا لماذا؟ لأنه ينسب إلى دولة قوية الآن. ومن تكبر بصفة أو تكبر بشكل أو تكبر بقول فقد وقع في الكبر والعياذ بالله. فالآيات على تحريم الكبر كثيرة وكثيرة، وربنا سبحانه وتعالى قال: فبئس مثوى المتكبرين. هذا مآل المتكبرين ومرجع المتكبرين إلى النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم تكبروا على الله تبارك وتعالى وعلى خلق الله عز وجل، وقبل ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتأتي أمثلة على ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. طيب شيخنا الشيخ سيد، تذكر لنا مثالا عن تكبر واحد من المتكبرين وماذا حدث له؟ نعم. ماذا فعل الله له أو معه يعني؟ نعم. أذكر في هذا حديثا صحيحا عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، رواه في صحيحه، وذكر فيه قصة رجل متكبر، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي يتبختر في مشيته، يمشي مختالا متكبرا مغرورا بنفسه، يرد الحق ويتفاخر على الخلق. بينما رجل يمشي يتبختر في مشيته إذ خسف به. يعني سبحان الله العظيم. فليحذر المتكبرون أن يخسف الله عز وجل بهم الأرض. فليحذر المتكبرون. وهذه من وصايا لقمان. أي نعم. ولا تمشي في الأرض مرحا. نعم. اللي هي ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. نعم. إن الله لا يحب كل مختال فخور. نعم. نعوذ بالله من الخذلان. فخسف الله به. فربنا سبحانه وتعالى لما يعني مشى هذا الرجل مشية المتكبرين المختالين، خسف الله عز وجل به، فهو يتجلجل فيها، يعني ينزل في الأرض إلى يوم القيامة، يعني يعذب في البرزخ إلى يوم القيامة بسبب تكبره والعياذ بالله تعالى. فهذا مثل شديد جدا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل مشى متكبرا فخسف الله عز وجل به. فليحذر المتكبرون من مثل هذا المصير. في آيات أخرى غير اللي احنا ذكرناها عن الكبر أيضا. يعني مثلا الآيات أو المثال الذي ذكره أخونا الشيخ طلعت ولم يذكر الآية في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. العلماء لهم في هذه الآية قولان. القول الأول كان من الكافرين، يعني أنه كان في علم الله من الكافرين. والمعنى الثاني
أنه صار من الكافرين بسبب تكبره على أمر الله عز وجل. نعم. هو احنا نعلم ان علم الله عز وجل سابق، يعني علم الله تبارك وكلا المعنيين وتعالى. صحيح، لكن أنا أقصد نعم. أن المفسرين فسروا الآية على الوجهين. يعني لو خذنا بس بقول القلم الأول اكتب، قال يا ربي وما أكتب، قال اكتب مقدرات الأمور إلى أن تقوم الساعة. نعم. فكتب الله وكتب القلم بسابق علم الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن لم يفرضه على عبد ولم يظلم ربنا عز وجل أحدا. صحيح. نعم. طيب، لو ذكرنا أيضا يعني أدلة التحريم من السنة، يعني نعم. عندنا ذكرنا شيخنا قبل الانتقال على مسألة الأحاديث، في الآيات الثانية عندنا آيات كثيرة في ذم المتكبرين وفي جزاء المتكبرين. ربنا سبحانه وتعالى لما قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر. فتخيل حضرتك ربنا سبحانه وتعالى يطبع على قلب المتكبر. لماذا؟ لأن المتكبر لما تكبر على الله تبارك وتعالى ربنا سبحانه وتعالى طبع على قلبه. هذا الطبع من الله تبارك وتعالى يجده في الكافرين عموما. طبع الله على قلوبهم وأعمى أبصارهم وأصم آذانهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين أيضا في غير ما آية في سورة الأعراف، أيضا ربنا سبحانه وتعالى قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. انظر، ربنا سبحانه وتعالى لا يوفق المتكبر لا لعلم ولا لهدى ولا لرشاد لأنه تكبر. فلما رد على الله تبارك وتعالى وهو الحق، ولما رد على النبي صلى الله عليه وسلم سنته، ولما تكبر على الخلق قال جل وعلا في حقه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وهؤلاء الذين تكبروا في الأرض على خلق الله وعلى شرع الله تبارك وتعالى قرآن وسنة سيصرف الله تبارك وتعالى قلوبهم وسيصرفهم كلية عن الفهم وعن العلم. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى كما بين فضل الشيخ سيد في قوله تبارك وتعالى إنه لا يحب المستكبرين. قال تبارك وتعالى أيضا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فهؤلاء الذين عرفوا الحق ولم ينقادوا له تكبروا أيضا على الحق وعلى ما جاء من عند الله كتاب أو سنة فردوه، فسماهم الله عز وجل مستكبرين مع علمهم ومع أنهم ردوا هذا الحق، يعلمون أنه الحق ومع ذلك استكبروا فردوا الحق على الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بين مآلهم قال في سبحانه وتعالى في مسوى المتكبرين واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. هذا الجبار هذا المتكبر تعالى على الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء التحذير أيضا في الأدلة كما سيأتي إن شاء الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الكبر. يعني الآية 146 أيضا في سورة الأعراف، في سورة الأعراف نعم. فيها تحريم الكبر. وأيضا شيخنا الشيخ سيد من السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم. نريد أدلة تحريم للكبر. عندنا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه وحسنه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في جزاء المتكبرين يوم القيامة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحشر المتكبرون أمثال الذر، والذر هو أصغر النمل كما ورد في التفسير قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة، فالذرة هي أصغر نملة. فالمتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة نمل، لا في صورة الرجال. سبحان الله العظيم. يعني يجعل الله عز وجل الرجل العظيم السمين يوم القيامة يجعله كالنملة، يجعله في صورة النملة، يعني صورة رجل لكنه في حجم النملة. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة
الرجال، في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يغشاهم الذل من كل مكان، يعني يعلوهم الذل والحسرة والندامة على وجوههم، تظهر على وجوههم بسبب تكبرهم في هذه الأرض. يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار تسمى نار الأنيار، يعني أشد النار والعياذ بالله تعالى. يسقون من عصارة أهل النار من طينة الخبال، يسقون من عصارة أهل النار من طينة الخبال. هذا الحديث كما قلنا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعندنا أيضا معنا أول اتصال في هذه الحلقة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله الأخت وبركاته. ريهام اتفضلي. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يبارك فيك، اتفضلي. أنا عندي آية عن الكبر. نعم. هي في الأحقاف آية 20. نعم. الرحمن الرحيم: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله العظيم. طيب، وعندك حديث؟ لا، هو أنا ما عنديش حديث بصراحة يعني. عندك الآية؟ طيب، اتركي رقم الهاتف. اتركي رقم الهاتف إن شاء الله. يعني احنا قلنا المشاهدين إن شاء الله تعالى يعني يتفاعلوا معنا ويجاوبوا إن شاء الله. وفي أسئلة أخرى، يعني مثلا عندنا بمناسبة المقدس والمسجد الأقصى وما يحدث في القدس، نقول متى يعني دخل سيدنا عمر بن الخطاب المسجد الأقصى، يعني متى ذهب إلى هناك ليأخذ مفاتيح بيت المقدس؟ كان سنة كم هجرية؟ عايزين السنة الهجرية التي ذهب فيها عمر بن الخطاب إلى هناك. بارك الله فيكم جميعا. ده السؤال اللي بعد السؤالين الثانيين. يعني ريهام جاوبت جزء من السؤال، يبقى تبقى الأحاديث وتبقى أيضا الآيات عن التواضع وأحاديث عن التواضع. طب شيخنا شيخ طلعت، يعني أدلة أخرى من تحريم الكبر في السنة. أما أدلة تحريم الكبر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحديث القدسي الذي يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى، يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما عذبته ولا أبالي. فربنا سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات العظيمة. فالكبر في حق الله تبارك وتعالى صفة كمال، والكبر في حق المخلوق صفة نقص وتجر عليه الوبال. فالحق سبحانه وتعالى يتكبر بما هو أهله سبحانه وتعالى الجبار، الذي يقول: أين المتكبرون أين الجبارون أين الجبارين يوم القيامة؟ فإذا نعم، أين الجبارون يوم القيامة؟ أين الملوك أين ملوك الأرض؟ بعد أن ينهي الله عز وجل الحياة على الدنيا. أي نعم. ينظر إلى الأرض وهي تتحول لقرص شمعي وينادي 40 سنة في بعض الروايات. نعم. طيب، بس نذكر المشاهدين بالسؤال مرة أخرى وعشان المخرج أيضا يطلعونا على الشاشة. متى فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المقدس؟ يعني بيت المقدس فتح في عهد سيدنا عمر سنة كام؟ عايزين السنة الهجرية اللي فتح فيها بيت المقدس في عهد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. والسؤالين الباقيين اللي قبل ذلك معروفين. أجابت الأخت ريهام جزء من السؤال الأول، يتبقى بعض الأحاديث عن الكبر وآيات وأحاديث أيضا عن إن شاء الله تعالى التواضع اللي هو علاج الكبر. السؤال مرة أخرى: متى فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المقدس؟ بيت المقدس. طبعا احنا يعني لو في فرصة ان احنا نتكلم عن بيت المقدس وقيمته وعلاج وكيفية فتحه إن شاء الله تعالى، إن شاء الله يعني نعد لها وقتا، لأنه برضو هم المقدسات الدينية وتعظيمها يكاد يكون في هناك ناس لا يحملون هما أيضا أو أصلا لها. يعني يقول لك ياخدوه المسجد ما نبني مسجد غيره. بعض الناس يتحدثون بهذه الأساليب التي لا تدل أبدا على قيمة المقدسات في القلوب. شيخنا
نستكمل نعم. أدلة السنة. بارك الله فيك. على فنقول التحريم. هذا الحديث الذي فيه صفات رب العالمين تبارك وتعالى في الكبرياء رداء وصفة من صفات الله تبارك وتعالى، رداؤه وإزاره. فهذا الكبر الذي في حق الله تبارك وتعالى كما قلت هو صفة كمال في حق الله، وصفة نقص في حق المخلوق. أيضا من الأدلة التي تدل على تحريم الكبر في السنة حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وعند البيهقي في سننه الكبرى من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قابل عبد الله بن عمرو بن عاص عبد الله ابن عمر. يعني أبو سلمة يقص لنا قصة، يقول إن عبد الله ابن عمرو بن العاص قابل عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين على جبل الصفا، فأخذه فساره، يعني اتكلم معاه بكلام فأصر لي بأمر. قال فرأيت عبد الله ابن عمر يبكي. انظر، قال ما يبكيك؟ ما الذي يبكيك؟ قال إن عبد الله بن عمرو قال لي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. فبكى عبد الله بن عمر. فانظر إلى حال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، خوفهم وخشيتهم، إذا به يخاف يخاف أن يكون ممن وقع في قلبه الكبر. ولم لا؟ وأبوه القدوة له ولنا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى حذيفة ابن اليمان ويقول هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في عمر، لأن حذيفة كان عنده أسماء المنافقين، أسر له النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فيخاف على نفسه النفاق. عمر الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غيره، يعني عمر مشي في طريق الشيطان ما مشيش فيه أبدا، يمشي في طريق تاني خالص. فهذا ابن هذا، فهذا الفتى الشاب الفارس الهمام هذا الأسد، ومع ذلك يبكي لما سمع هذا الحديث من عبد الله ابن عمرو بن العاص. ولما لا؟ والكبر مذموم، كله مذموم. وانظر إلى حال من تكبر كما جاء في كثير من الأحاديث التي سردت وذكرها أخونا فضل الشيخ سيد. المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر وغيرها. في حديث أبي هريرة الذر هذا الناس تحشر إيه؟ يعني تخيل المتكبر يحشر أمثال الذر والعياذ بالله، لكن نحشر كما قال صلى الله عليه وسلم على خلقة آدم، وخلقة آدم 60 ذراعا. نعم 60 ذراعا. أما هذا المتكبر أو 17 ذراع حقير. المتكبر يحشر مثقال حبة من خردل. نعم النملة يا شيخ، الذر أصغر نملة. أصغر نملة. نعم يا رب يبارك فيك. وأيضا يقول هو احنا عايزين قبل أن نخرج من موضوع التحريم والأدلة احنا عايزين نبين للناس أكبر أو أشد أنواع الكبر. أشد أنواع الكبر. نعم. وصراحة ده اللي يعني أرعدني الليلة وأخافني كثيرا لما قرأت عن أشد أنواع الكبر والعياذ بالله. ربنا يعافينا وإياكم يا رب ويحفظنا وإياكم من كل زلل. آمين آمين. فوجدت أن أشد أنواع الكبر ما يمنع استفادة العلم، ما يمنع استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له. فقد تحصل المعرفة للمتكبر، ممكن يحدث له علم، ولكن لا تطوعه نفسه على الانقياد للحق. وهذا قول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا في سورة النمل الآية 14. نعم في سورة النمل الآية 14. عشان كده دي آية مرعبة أيضا. يعني دائما وأبدا كنت أقول دائما أن الآية التي تخيفك وترعبك قول الله في سورة الكهف في آخرها قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن تخيل هذه الآية أن إنسان يبقى متكبر على شيء مش عايز يقبله. وإحنا أمرنا أن نأخذ العلم حتى ولو كان يعني في أي مكان أو من أي إنسان، أن نقبل العلم وأن نتعلم وأن نرى السابقين في تحصيلهم العلم. لكن عايزين
نعيش كده جوا آخر مع المشاهدين، يكون فيه نقاش ويكون فيه قصص طيب يبين هذه المسألة. يعني أقوال السلف في الكبر مثلا، نعم. من منكم يحدثنا عن أقوال والله السلف؟ أما عن أقوال السلف في الكبر يعني فهي كثيرة وكثيرة. يعني على سبيل المثال قول واحد وناخد من الشيخ سيد ما يضاد ذلك، لأن أنا يعني أؤمن بأن الصفة وضدها تظهر الصفة أكتر. ماشي، يعني تاخد إيه أقوال التواضع يا شيخ سيد إن شاء الله. عشان شكلك أكثرنا تواضعا. بارك الله فيك يا الله شيخ سيد. المستعان، الله المستعان. أحسبه كذلك ولا نزكي على الله الله. يجزيك خير. بارك الله فيك. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه. نعم. فهذا الاحتقار من المسلم للمسلم لا يجوز. نعم. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: لا ينبغي لأحد أن يحقر أحد من المسلمين، فإن أصغر أو أقل الناس من المسلمين عند الله تبارك وتعالى كبير. معنى الكلام أنه يقول أن أهل الإسلام أعزاء عند الله تبارك وتعالى، أقل الناس منزلة عظيم عند الله تبارك وتعالى. فكما قلت يعني نكتفي بقول من الأقوال. نعم. نعم. بقى الشيخ سيد. يعني أذكر في التواضع. نعم، أذكر في التواضع اللي هو عكس الكبر. أي نعم. مذهب الفضيل بن عياض، أحد السالكين الكبار إلى الله سبحانه وتعالى، حيث يقول: التواضع ألا ترى لنفسك قيمة. الله. فإذا رأيت لنفسك قيمة فليس لك في التواضع نصيب. مجرد هذا يجد لنفسه قيمة بداخله يبقى التواضع مش موجود. نعم. أي نعم. ده كلام الفضيل بن عياض. هذا القول شديد جدا. يعني الواحد لما بيسمع الشيخ سيد عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا، لما يقول مثلا: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. ولما تسمع برضه من أقواله: ما أنا إلا يعني عبد ابن امرأة كانت تأكل القديد من قريش، صلوات ربي وسلامه صلى الله عليه وسلم. يعني سيد المتواضعين كما بدأنا الحلقة. نعم. بارك الله فيك. طيب. وقال أيضا، أقول بعض الأقوال الأخرى. قول. مش هو الفضيل بن عياض ولا واحد تاني؟ الفضيل أيضا وغيره إن شاء الله. طيب. الفضيل أيضا يقول: التواضع هو أن يخضع للحق وأن ينقاد له وأن يقبله ممن قاله، أيا كان هذا الشخص. نعم. يقبل الحق ولو من عدوه، من عدوه. كما فعل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قابل الحق من عدوه وهو إبليس وهو الشيطان. لما كان يحرس بإذن النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، وجاءه شيطان 3 ليال متتاليات. هو إبليس جاءه في صورة رجل. نعم. الحديث ده مشهور يعني نذكره. الله أعلم إن كان حتى في العلاج بالقرآن. الله أعلم إن كان هو إبليس أم لا، لكن هو شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قالت كده إن هو في رواية البخاري أنه شيطان، قال ذاك شيطان. الله أعلم إن كانت رواية إبليس هذه صحيحة، أنا ما أعرفه. الله أعلم. طيب أنت ما تعرفهاش؟ لا أنا ما أعرفه. بعض الروايات. ما شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك. لكن يعني على كل حال أن أبا هريرة كان يحرس الصدقة، فجاءه أو رأى واحدا يحثو من الصدقة، يعني يأخذ منها فلما أمسكه أبو هريرة قال: عندي أولاد، وشكى حاجة وعيالا، فتركه أبو هريرة يوم واثنين وثلاثة، وفي كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أما إنه كذبك وسيعود، ويعود في كل مرة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المرة الثالثة أمسكه أبو هريرة قال: اليوم لابد أن أرفع شأنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اتركني وأعلمك شيئا. فأبو هريرة يتركه على أن يعلمه شيئا، وكانوا أحرص الناس على الخير. يعني سبحان الله العظيم، يعني يترك الرجل أمر علما في الدين، يعني علم شيئا في الدين. طبعا في دين الله عز وجل. فتركه أبو هريرة بعد أن قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك حافظ من الله عز وجل حتى تصبح. يعني لا يقربك شيطان في هذه الليلة التي تقرأ فيها آية الكرسي. نعم. قبل نومك.
أي نعم. هذه كانت فأبو هريرة النصيحة قبل الحق وهو ندم عليها. الشيطان ندم عليه. سبحان العظيم. يعني أبو نعم. هريرة قبل الحق نعم. حتى ولو من عدوه. طيب أيضا يقول الجنيد بن محمد. بس ناخذ اتصال طيب بالإجابة. السلام عليكم. فصل. طيب معلش. يقول الجنيد بن محمد رحمه الله تعالى مم. التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب. خفض الجناح ولين. يبقى هو ده احنا بنتكلم يا جماعة إخوان المسلمين عكس التكبر. نعم. لكن ناخذ مثال في التكبر يا شيخ طلعت. الله المستعان. يعني الأحنف بن قيس مم. رحمه الله تعالى لما تكلم على مسألة الكبر قال: عجبا لابن آدم مم. يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. فهو يذكره بأصله وخروجه من أبيه مرة مم. وخروجه من أمه مرة. الله. خرج من مجرى البول، نعم، يعني اذكر نفسك وأنت نطفة مدرة. مم. فهذه النطفة التي لا قيمة ولا وزن لها خرجت من والدك فيما أحل الله تبارك وتعالى، نعم. ونقلت منه إلى الأم، ثم صار إنسانا وخرج مرة أخرى من هذا المجرى الذي يخرج منه البول. طيب معنا الأخ علاء. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام الله. ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. ربنا يخليك يا شيخ. طيب. ممكن اقول آية عن الكبر لو سمحت؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الجبال طولا. طولا. الجبال طولا. طيب عارف في سورة ايه؟ يا فندم. قولي علاء. سورة الإسراء. في سورة الإسراء. بارك الله فيك. دايما نذكر السورة عشان المشاهدين يرجعون إلى هذه الآيات في أماكنها إن شاء الله تعالى للاستفادة وإيه. طيب الخط انقطع وكنا عايزين نقول لك هات حديث لكن إن شاء الله لو كان ترك رقم يبقى كويس إن شاء الله. إن شاء الله خير وبركة. في سورة الإسراء طالما جاب آية إحنا لم نتطرق إليها. يعني لاحظوا يا إخواني. جميل طبعا. نعم. إن الحمد لله رب العالمين لما الواحد يتسأل السؤال ده في أول حلقة يقول نعم. لك مش فاكر غير آية واحدة أو آيتين بكتير. الآن ذكر أكثر من 7 آيات في 7 مواضع من السور. نعم. بفضل الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. طيب يبقى كان آخر حضرتك حاجة قلتها؟ نعم، قول الأحنف بن قيس. نعم. إن هو الإنسان بيخرج من مجرى البول مرتين ورغم ذلك إيه؟ عجبا له يتكبر. نعم. تمام. مثال التواضع من الرجل ومن المرأة. أي نعم. اتفضل يا شيخنا مثال التواضع. كل مثال التواضع يعني يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه حمل قربة ماء على ظهره ومشى بها في الطرقات وهو أمير المؤمنين. نعم. فقيل له في ذلك يعني ماذا تصنع ذلك وأنت أمير المؤمنين؟ فقال أتاني الوفود، يعني لما جاءني الوفود ورأيت انكسارهم بين يدي وذلهم وما شابه ذلك ورأيت نفسي يعني أعلى منهم، دخلت في نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. يعني سبحان الله العظيم تواضع عمر رضي الله تعالى عنه يكسر شهوة نفسه حتى لا يدخل الكبر والغرور إلى نفسه رضي الله تعالى عنه. نعم. أذكر مثالا آخر. طيب مثال آخر في التواضع أن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، زيد بن ثابت هذا الذي جمع القرآن، كان من الذين أخذوا عنه العلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يمسك الركاب لزيد، يعني ركاب الحصان أو الجمل الذي يركبه يمسك اللجام ويمشي به، فيقول ما هي يا ابن عم رسول الله، ما هي يعني أكفف، يعني امتنع عن هذا يا ابن عباس، يعني ايه ده اللي بتعمله يا ماذا تصنع؟ يعني يستعظم ذلك. نعم. كيف تصنع هذا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول ابن عباس هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فقال له زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أرني يدك، فأمسك يده زيد فقبلها، قبل يد ابن عباس. قال وهكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تواضع سبحان عظيم. نعم. من العالم والمتعلم. تواضع من العالم والمتعلم. بارك الله فيك. نعم. وأيضا أمثلة بذكرنا الشيخ سيد بسيدنا بكر رضي الله عنه لما يمسك بخطام
دابة سيدنا أسامة بن زيد. نعم. وأسامة شبل صغير قائد للمسلمين، وهذا خليفة الأمة، خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، قائد الأمة، يمسك بهذا الخطام ويسير. لما الواحد يجد ملوك هذا الزمان أو رؤساء هذا الزمان في أوج زينتهم وتفاخرهم وغير ذلك، وينظر إلى هؤلاء الذين من الله عليهم بهذا التواضع العظيم، إذا هم أكثر قدرا عند الله وعند الناس أيضا. نعم. يعني التواضع ما هوش ذلة كما يظن البعض، ولا هي حقارة. يعني في بعض الناس يقول لابنه لا خلي بالك أنت لما تيجي تتكلم مع ابن الغفير خلي بالك، لا يعني أنت من عيلة كبيرة في السن، يعني انتبه كبيرة في السن خالص. خلي بالك يعني لا في وضع معين تبقى عامل حسابك في كذا وكذا وكذا. نعم. يعني ما رأينا هذا في سير الصحابة، ان ابن كذا. إذا كان العبد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأكله مما نأكل. نعم. وأن يلبس مما نلبس. نعم. العبد اللي هو الخادم باع واشترى، مش الشغال عندنا والخادم اللي هو سائق أو بيفعل عملا بيأخذ مقابله أجرا. لا، ده عبد يباع ويشترى، يعني لك ملكه تملكه. نعم. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نفعل ذلك مع العبيد. لكن نعم. الكلام في التواضع طبعا له حديث ذو سجون يعني. نعم. نعم. ربنا يتقبل منا ومنكم جميعا. اللهم امين رب العالمين. لكن نذكر مشاهدي الكرام بالسؤال: متى فتح سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المقدس وتسلم المفاتيح؟ وأيضا ممكن نسأل سؤالا آخر: من هي هذه الصحابية وما موقعها؟ يعني الصحابية رملة بنت صخر، من هي؟ يعني ماذا تعرف عنها؟ رملة بنت صخر من هي؟ بارك الله فيكم. يعني أسئلة إن شاء الله تكون طيبة وسهلة لإخواني وأحبتي في الله المشاهدين ونعرفها. رملة بنت صخر، هذه صحابية جليلة، من هي؟ يعني لها كنية ولها موقع كده في الإسلام جميل إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، يا رب يحفظكم ويجزيكم خيرا عنا. شيخنا الشيخ سيد، لما نقول عاقبة الكبر، يعني هناخد حضرتك من التواضع شوية، والعاقبة بتاعة الكبر، الناس المتكبرين لو حدثتنا عنهم في الدنيا، يعني ايه نظرتك حضرتك للمتكبر؟ كلمة العاقبة حتى يعرفها أخواننا المشاهدون هي آخر الشيء، هي آخر الشيء، يعني ما يؤول إليه الشيء في النهاية. فنقول مثلا عاقبة فلان الحسنى، يعني كان آخر أمره حسنا، وعاقبة فلان السوء، يعني كان آخر أمره سيئا. فعاقبة المتكبرين في الدنيا هي الخسران. وعند الناس أن الناس يحتقرونهم ولا يحترمونهم. من هذا الذي يحترم ومن يتكبر عليه؟ يعني أنا إذا عملت إنسان ووجدته مغرورا متكبرا، هل أنا أحترمه من داخلي؟ حتى وإن كان هذه أولا. طب لو كان متكبر على غيرك وأنت ترى، أيضا يعني أنت شايف إنسان بيتكبر على ناس ثانيين كده وأنت ترى على آخرين، أيضا هذا الإنسان يسقط من عين. نعم. كيف أرى المتكبرين وأحترمهم؟ يعني إذن التكبر يزيل قيمة هذا الإنسان عند الناس. عند الناس. نعم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أستاذ محمد. ازيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. نور الشاشة. ربنا يحفظك. ويحفظ ضيوفك. الله يبارك فيك. عايز اجاوب على السؤال بس. اتفضل. اللي فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس سنة 15 هجرية بعد 5 سنين من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، إجابة صحيحة. يعني أنا كنت أتمنى إن شاء الله تعالى أن كثير من المشاهدين يعني ينتفضوا لهذا السؤال ويعرفوا أن قدسنا الشريف فتح في عهد عمر الخطاب في سنة 15 هجرية بإذن الله تعالى. ويعني مشهور أنه لما ذهب إلى هناك يا شيخنا كان يلبس ثوبا يعني بدلة شيك وكرافتة ومش عارف ايه. صحيح؟ خطأ. إنما ذهب متبذلا متواضعا خافضا رأسه، حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة، طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم وكأن على رأسه الطير.
فهذا وخشوعا لله سبحانه فهذا وتعالى. تواضعا هم وخشوعا. ظلوا ينظروا حوله، نعم، حول ثيابه ليعدوا ليعدوا الرقع التي في والرقعة اللي كانت ثوبه. في ثوبه رضي الله عنه. يعني من سيدنا عمر بن الخطاب خليفة المسلمين أي نعم، عنده ايه رقع في ثوبه، فلما فطن إلى ذلك رفع يده فظهرت الرقعة الايه التي تحت الإبط. ايوه 14. ولا يعني نعم. هذه الأمور لا معنا تنزل اتصال من قدر عمر. السلام بل عليكم. ترفع. قطع معذرة نعم. إن شاء الله لن نطيل عليكم في الاتصال إن شاء الله. طب اتفضل يا شيخنا. بل هذا الأمر يزيده رفعة وعزة. نعم. لأن هذا الأمر الذي ظهر به عمر ظهر رضي الله عنه بلا تكلف. يعني أهل السير لما بينوا ذلك الأمر قالوا هذا إن دل على شيء دل على تواضع عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو داخل مظفر منتصر على أعداء الله تبارك وتعالى يتسلم مفاتيح بيت المقدس. أسأل الله عز وجل أن يعيده لأهل الإسلام مرة أخرى. أستاذ علاء السلام عليكم. ايوه ورحمة الله وبركاته. انا اسف على انقطاع الخط يا شيخ. لا اتفضل معذرة بارك الله فيك. اقول لحضرتك حديث انا قلت لحضرتك الآية لو حابب اقولها لك تاني. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. دي آية مش حديث. دي الآية. أنا نعم. أقول لك تاني الحديث بقى. بسم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر. قال حبة من خردل من كبر. جزاك الله خيرا. مثقال ذرة. بارك الله فيك. اترك رقمك إن شاء الله. حاضر. بارك الله فيك. وأنا بقول للمشاهدين اللي له يعني جائزة ماضية وما خدهاش يتصل ويأخذها إن شاء الله النهاردة بإذن الله تعالى. الناس اللي كان لهم جوائز ولم يأخذوها إن شاء الله يأخذوها اليوم بإذن الله، يتصلوا بالكنترول ويأخذوها إن شاء الله تعالى. وعندنا أيضا الجوائز يوم الثلاثاء بعد غد إن شاء الله تعالى يوم الدكتور محمد حمودة، وهيكون إن شاء الله تعالى يعني العنوان في أمس الحاجة عند كل بيت مسلم. هي هنخليه هموم المراهقة، مرحلة المراهقة وهمومها، وهي كثيرة وللأسف الشديد يغفل أو يتغافل عنها الآباء والأمهات. هذه المرحلة الخطيرة مرحلة المراهقة إن شاء الله تعالى. هم المراهقة بإذن الله يوم الثلاثاء مع الدكتور محمد حمودة إن شاء الله تعالى. وغدا يكون إن شاء الله الشيخ عماد مالك معانا في هموم بدع الجنائز، هموم البدع عامة والجنائز خاصة. وإن شاء الله تعالى بنعتذر للشيخ سيد بيومي، هو يأتي الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى معكم في إن شاء الله تعالى بدع الأفراح، وأيضا بإذن الله تعالى عقوبة المبتدع في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. يعني أسأل الله تعالى ويوم الأربعاء بإذن الله يكون هم يخص الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فبإذن الله تابعونا في حلقاتنا القادمة، فهي إن شاء الله تعالى على قدر اهتمامكم بإذن الله تعالى يمن الله علينا ويفتح علينا بأن نفتح أو نزيل بعض الهموم التي عندكم أيها المشاهدون الكرام أيها الأحبة الأفاضل. شيخنا الشيخ سيد يعني كلمة عن المسجد الأقصى في أمنيتك كده، ماذا تقول للمسلمين عشان نسترد المسجد الأقصى؟ هو مش في حلقاتنا لكن طالما اتكلمنا عن سيدنا عمر رضي الله عنه يعني ناخد أم علي الأول بعد إذنك. السلام عليكم يا أم علي. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. ربنا يكرمك ويجزيك كل خير. الله يبارك فيك. قبل الله منا ومنكم. الله يكرمك آمين يا رب. كنت أقول على آية من عن الكبر. اتفضلي. طبعا في سورة البقرة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم. دي أعظم سورة يعني أعظم آية عن الكبر بخصوص إبليس. تكبر إبليس. نعم. وآية برضو في سورة لقمان. لقمان يوصي ابنه يقول له يا بني لا تصعر خدك للناس ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تمشي في الأرض مرحا. مرحا. ولا تمشي في الأرض مرحا.
إن الله لا يحب كل مختال فخور. نعم بارك الله فيك. تمام. ربنا يحفظك. والحديث لو لن يدخل الجنة من كان في قلبه مقدار ذرة من خردل من كبر. نعم. تمام. وهو الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا لا آكل متكئا، يعني على إنه ده شيء من الكبر أيضا. اللي بياكل وهو متكئ كده يعني مضجع يبقى ده إنسان إيه، نسأل الله العافية، متكبر. لكن هو احنا إن شاء الله تعالى نعرج على أن الكبر الأساسي عندنا اللي احنا عايزين اللي هو الخافي بالنسبة للناس، الكبر في مسألة رد الحق. ربنا يتقبل منا جميعا ويجعلنا من القابلين للحق. كنت أقول لحضرتك ممكن سؤال يعني؟ اتفضلي اتفضلي. طيب أنا مرتبطة برجل قانون. بهذا القانون؟ رجل قانون. ما شاء الله ما شاء الله. اتفضلي. ماشي. وكاتب علي يعني بقالي سنة، لكن ولا عمل لي أي حاجة يعني وخد فلوسي وما فيش أي اتصال بينه وبينه، اتصل بيه يتهرب، ما فيش. نسأل الله له الهداية يا رب. ربنا أنا يهديه. قلت يعني ده راجل بياخد حقوق الناس يعني، مش هياخد حقي، بس هو أول إنسان كان واكل حقي يعني. أنا مش عارفة أعمل إيه يعني والله. لا بتاعت محاكم ولا بتاعت قضايا، بتهرب مني، بتصل مرة 2 في الأسبوع ولا ما فيش بينه وبينه أي صلة يعني. طيب لجأت إلى الله في الثلث الأخير من الليل؟ والله أنا البرنامج بتاعتكم هموم السهر إن ما فيش يوم بيعدي علي إلا بأحضرها، وكتير اتصلت بيك وبتأثير. يا رب يبارك فيك، ربنا يتقبل منا ومنك. قلت له في الآخر أنا فوض أمري فيك لله. عندك بنات أكيد الدين لا يموت، افعل ما شئت فكما تدين تدان. نعم طبعا. هو مستغل نقطة إني أنا وحيدة، أنا مش مصرية وما عنديش حد يعني. لا عندك الله عز وجل، معك الله تبارك وتعالى. أنا لما يئست منه حضرتك تخيلي بس السيدة مين زوج سيدنا إبراهيم، السيدة سارة ولا السيدة هاجر؟ اللي قالت اذهب فلن يضيعنا. نعم هاجر. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. نعم. عايزين تتركي رقمك عشان السؤال اللي فات ده، وبرضه عشان السؤال ده. ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك. يا أم علي، نسأل الله عز وجل أن يفرج كربها. آمين آمين. وأن يهدي هذا الرجل إلى الحق، لأنه كارثة كبرى أكل حقوق الناس. نعم. يعني أكل حقوق الناس هذه مصيبة من المصائب التي لا يعرفها كثير من الناس. نعم. إنسان بيستسهل ويظن أن هي ملهاش ناس كبار، وإذا كان الرادع ليا أن يكون لها أهل أو يكون لها رجل من إخواتها والدها يعني هو الذي يمنعني وهو الذي يردعني عن أن لا أظلمها، هذه مصيبة المصائب. هذه مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أحرج عليكم، يا ليته يسمعني الآن هذا الرجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحرج عليكم إني أحرج عليكم إني أحرج عليكم. قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال حق الضعيفين. فلما سأل الصحابة عن الضعيفين من؟ قال اليتيم والمرأة. اليتيم والمرأة. وفي رواية أخرى إن أوجب الحقوق أن تؤدى حق النكاح كما قال صلى الله عليه وسلم. فاتقي الله سبحانه وتعالى، اتقي الله في زوجك هذه وحافظ عليها، اتقي الله ورد لها الحقوق حتى لو عاملها بالمعاملة الطيبة الحسنة. نسأل الله أن يفرج كربك يا أم علي يا رب، نسأل الله أن يفرج كربك يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. كنا نوجه نصيحة للمسلمين عامة يعني يعني نربط بين ما نحن فيه وبين هذه النصيحة التي طلبتها على فجاء، طلبت على فجاء. نعم. فأقول وبالله التوفيق. ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون العز في التواضع، فمن طلبه في الكبر فهو كمن طلب الماء من النار. هل هناك أحد يطلب الماء من النار؟ مرة ثانية دي العز يقول العز في التواضع، فمن طلب العز في الكبر فهو كمن طلب الماء من النار. يعني يا إخواني قضية القدس هذه قضية كبيرة جدا، وقضية استرداد بيت المقدس قضية عظيمة جدا في حياة المسلمين، ولكن هذه القضية عند من؟ بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. وما عند الله لا ينال إلا بطاعته.
ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يعني نعود إلى الله. فنريد أن يكون العود حميدا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، على منهج السلف الصالح. بهذا تستقيم الحياة، وأما بدون ذلك فلا ثم لا ثم لا. يعني حضرتك تقول كده أنه لم يتبقى للمسلمين إلا المظاهرات يجتمع فيها ويختلط بها الحابل والنابل، المصلي غير المصلي والمسلم وغير المسلم، ينادون بشعارات ويصرخون أن يا أمريكا لن نسكت عن القدس، لن نسكت عن هدم المسجد الأقصى. لكنه يبشر المسلمين بقول ربنا في سورة الإسراء: وجئنا بكم لفيفا، إن الله يأتي باليهود إلى هنا إن شاء الله تعالى لنقضي عليهم. إن شاء الله نهاية اليهود إن شاء الله في هذه المنطقة، وسيقضي عليهم المسلمون كافة. مهما يعني حيل بين المسلمين والمخلصين وبين هؤلاء اليهود الآن، إلا أنه ستأتي الساعة والوقت الذي يهجم فيه المسلمون على اليهود يعني فيقتلونهم. يعني نحن نريد أن نكون سلسلة أو حلقة. نعم، نحن نريد أن نكون حلقة صحيحة في سلسلة تتصل إلى هؤلاء الذين سيحاربون اليهود. هؤلاء الذين سيحاربون اليهود إنما هم عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين الموحدين الذين هم على المنهج الصحيح، منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نريد أن نكون حلقة تتصل بهذه السلسلة. بارك الله فيك. والعجيب أن موشى ديان قرأت له في كتاب اسمه السيف القاطع، كتاب أمام الصحفيين بيبيعوه يعني، مقالة كان صحفي بيسأله بيقول له: المسلمون يقولون أنه سيأتي زمان ويحارب فيه المسلمون اليهود، فينادي الشجر والحجر ويقول: يا مسلم يا عبد الله تعال فإن وراء يهودي فاقتله. خلاص. فقال: نعم، نحن نصدق هذا الحديث. ده موشى ديان. ولذلك إلا شجر طبعا معروف شجر غرقد. فقال: انظروا إلى تل أبيب نملأ شوارعها بشجر الغرقد. يعني يؤمنون بهذا الحديث، لكن هل لا تخاف المسلمين الآن؟ قال: أين المؤمن عبد الله الآن؟ أين المؤمن عبد الله الآن؟ ونحن نعيش غوغائية بلا ثبات، نسأل الله العافية. نريد مسلمين على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن مش متمسلمين. هو موضوعنا برضه في جزئية رد الحق. هي دي اللي احنا عايزين نركز عليها بعد إذنكم في الدقائق المتبقية. معنا الأخ علي. السلام عليكم يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام الله وبركاته. ازيك يا شيخ أمير؟ معذرة يا علي، اتفضل. الحمد لله. حياتي إليك وللضيوف الكرام. الله يبارك فيك يا حبيبي. ممكن أجاوب على السؤال؟ اتفضل. الصحابية رملة بنت صخر هي رملة بنت أبي سفيان صخر، وكنتها أم حبيبة. نعم. وهي أم المؤمنين، كانت زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ربنا يحفظك. هل أنا كده جاوبت صح ولا؟ نعم، أجبت صحيحا، واترك رقمك. شكرا يا شيخ. بارك الله فيك، حفظك الله. شكرا. تحياتي إليك وللضيوف. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا علي. إذن أيها الأحبة في الله، كده السؤالين نتجاوبوا اللي بعد السؤالين بتوع مش كده؟ تمام؟ طيب نأتي بسؤال آخر، بس نركز بقى على رد الحق إن شاء الله تعالى. يعني نذكر بهذا الحديث العظيم الذي فيه إيمان كبير جدا، يحتاج فعلا إلى مسلمين وإلى مؤمنين حقا يؤمنون به. وهذا الحديث ورد في الصحيح، وهو حديث: احتجت الجنة والنار، احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، يا أهل الكبر أبشروا بالنار. النار تحتج على الله عز وجل. واحد يقول لي: ازاي النار بتتكلم وتحتج على الله؟ سبحان العظيم، هذا شيء ينطق الله عز وجل. ينطق الله ما شاء من خلقه جميعا. ينطق الله ما شاء من خلقه. فالخلق بينهم وبين الله علاقات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فاحتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في الضعفاء والسقط، يعني سقط الناس والناس الرذائل يعني. فربنا سبحانه وتعالى قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فالله سبحانه وتعالى إذا شاء
أن يعذب المتكبرين عذبهم سبحانه وتعالى. طيب ناخد سؤالين للمشاهدين عشان يتواصلوا معنا. السؤال الأول، مات جد النبي صلى الله عليه وسلم، جد النبي مات وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ يعني نقول متى كان عمر الحبيب صلى الله عليه وسلم، متى كان عمر سيدنا محمد حين مات جده، حين مات جده. السؤال الثاني، غزوة مؤتة كانت بين المسلمين ومن من أعداء الله؟ مين هم أعداء الله اللي كانوا بيحاربوا المسلمين في غزوة مؤتة؟ سؤالين سألينهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان سنه كم سنة لما مات جده؟ خلاص، عبد المطلب، مش عمه أبو طالب، نتكلم على جده عبد المطلب. بارك الله فيكم. ومتى كانت غزوة مؤتة، أو غزوة مؤتة كانت بين مين ومين؟ المسلمين ومن من أعداء الله تعالى. بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ طلعت. تفضل، زادك الله فضلا وحرصا. بارك الله فيك. بارك الله ليك. يعني في هذه الليلة ونحن نتكلم عن عايزين نسقط على الواقع. يعني أنا مش عايز أحاديث بس وآيات. الناس الحمد لله الحمد لله ما شاء الله زي ما أنتم سامعينه. لا، التفاعل من احنا عايزين الإسقاط على الواقع. يا شيخ أمير، النهاردة إذا أردت أن تتكلم في حكم شرعي تجد غالب عامة المسلمين يعرفون هذا الحكم. من فضل الله انتشار العلم. إذا أردت أن تتكلم على خلق من الأخلاق تجد الرجل والمرأة والشاب والصغير والكبير يسارع معك ويتفاعل معك ويستدل معك. نعم. لكن الأمر أعظم من ذلك. الأمر أعظم من ذلك، وهو هل هذه المعرفة تكفي للنجاة من النار؟ لا، لا طبعا لا تكفي. يعني لا يكفي أن أعلم، لكن علي العمل بالعمل. نعم. تمام. فنحن إذا تكلمنا عن الكبر، وده في سورة العصر قال نعم. الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. الذين آمنوا يعني نعم. علموا. نعم. مش كده؟ وعملوا الصالحات. هذه المراتب الأربع. مش بس عملوا بس. نعم. وإيه؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. هذه المراتب. وضحها لنا بقى عشان نسقط نعم. على الواقع بتاعنا. فهذه المراتب الأربع تكلم عليها ابن القيم كلام جميل جدا 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 في كتابه تفسير ابن القيم من أراد أن يرجع. نعم. فالشاهد من الكلام أن كثير يعرفون. نعم. الذي يعرف أن هذا الحكم حرام ثم يتكبر ويعارض، هل يختلف عاقل فضلا عن مسلم أن الخمر محرمة؟ لا طبعا. لا يختلف اثنان لا. على هذا الأمر. لماذا يشرب هذا الرجل المسلم الخمرة؟ إذا تكبرا. فهذا التكبر على الله تبارك وتعالى. لما يعرف الحكم يبقى تكبرا. الذي يعلم التدخين حرام. خلينا في نعم. التدخين عشان المدخنين ما يزعلوش مننا كتير. نعم. التدخين حرام. هيزعلوا مننا مش ويعلم ان هو التدخين حرام، ولكنه يتكبر على هذا التحريم. هو يعرف لكن هذه المعرفة لا تكفي. هذه المعرفة لا تكفي، لابد هذه المعرفة حجة عليه. هذه المعرفة عند الله تبارك وتعالى حجة عليه، ليته لا يعرف. واحد من المدخنين ترك التدخين بسبب قولنا له، قول دعاء له، يعني أنت وأنت واقف بالسجارة تقول كأنك يعني تقول ربنا أهو يا رب أنا أهو لا يهمني شيء، أنا ضدك. نسأل الله العافية. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلام. اللهم آمين رب العالمين. ربنا يعافينا. آمين يا رب العالمين. فلما وضع هذا في قلبه وكان متيقنا بهذا الكلام انه فعلا يعني زي مرة من احد العلماء قال اذا كان هذا مكروه وانا اعرف ان الله يكره هذا فافعله واكرره، يعني اقعد اكرر ما يكره، فما بالنا بالتحريم. نعم. وهي درجة اعلى. نعم. واعظم. بارك الله فيك امين. نعم. ولذلك انا اقول لنفسي ولاخواني ولجميع المسلمين من استحضر عظمة الله تبارك وتعالى، من استحضر عظمة الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يخالف أمر الله تبارك وتعالى. نعم. ولا يتكبر على الله عز وجل. أيضا المتكبر. طيب بس قبل ما ندخل عشان أنا عايز اسقط على الواقع. أنت عمال تكلمني برضو من بعيد، أنا عايزك تسقط. عندنا الميراث، مشاكل الميراث يا شيخ طلعت.
والله هذه خد نفسك قضية كويس وكل. الله المستعان. إن الذين يأكلون أموال الناس بالإثم إنما يأكلون في بطونهم نارا يعني لحد الآن وسيصلون إخواني وحبايبي سعيرا. في الصعيد وفي في البلاد الأرياف يقول لك لا ميراث البنت أولى به أخوها. يعني كيف ذلك؟ يقول لك هي راحت في عصمة رجل وانتهى الموضوع. لا احنا عندنا الولد لا نعطي مالنا. الأولاد طالعين يقولوا كده، نعطي أرضنا للغرب زوج أخته وأنجب له أولاد منها وربنا رزقهم أولاد منه وأصبح يعني واحد من العائلة ولا يريدون أن يذهب الميراث لأبنائهم لأبناء إخواتهم. وهذا من التكبر أخواتهم على أوامر الله تبارك وتعالى. يعني إذا أنزلناه في درجات الكبر طيب هذا كبر، عايزين نسقط الواقع. هذا كبر على الله تبارك وتعالى. فالكبر على الله أن ترد أمر الله تبارك وتعالى. بماذا؟ كما أشرت إلى هؤلاء الذين يأكلون الميراث. فالذي يأكل الميراث بحجة ماذا؟ مشاكل الميراث يعني لا مشاكل تكاد تنتهي. مشاكل الميراث لا تنتهي. انظر إلى مبررات هؤلاء الناس. طيب. منهم من يقول أختي عند رجل، هذا الرجل سيضيع المال. آخر يقول أدي المال لرجل غريب. طيب أنا أرد عليك بعد ذلك. ثم ثالث يقول إحنا عندنا البت ما تورث. إزاي تورث؟ تاخد قرشين وتمشي. تمام. فدي أمور كلها عقلانية. ولذلك شيخ أمير لما تنظر في أحكام الشرع في الأموال والميراث من الإرث من الأموال خاصة، الميراث الوحيد في الشرع في أحكام الأموال هو الذي قسمه الله بنفسه في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنا عايز من حضرتك إن شاء الله تعالى ومن الشيخ سيد بعد الفاصل بإذن الله تعالى نسقط على الواقع في مسألة الميراث وفي مسائل أخرى إن هذا الكبر اللي عاقبته إن لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وناخذ فاصل أيها المشاهدون الكرام فابقوا معنا. سنعود. قناة الصحة والجمال، جمال الصحة وصحة الجمال. حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. أخرجه البخاري. قناة الصحة والجمال، جمال الصحة وصحة الجمال. قناة الصحة والجمال، جمال الصحة وصحة الجمال. عدنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الأحبة، ما زلنا نتواصل مع حضراتكم في حلقتنا عن الكبر وعلاجه، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التواضع الذي تزيى به المصطفى صلى الله عليه وسلم في داخله وفي ظاهره. الكبر أحبتي في الله كما قلنا هو تفسيرا لحديث الحبيب صلى الله عليه وسلم بأنه من يرد الحق، من يبتعد عن الدين، من لا يريد أن ينفذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في طائفة المتكبرين، بل من أشد أنواع الكبر أن يتكبر الإنسان منا على الحق الذي أنزله الله تعالى. فإن لم نفعل وإن لم نمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم نسر على شرع ربنا فإننا عياذا بالله نكون من المتكبرين. أمر ليس بالسهل، أمر لابد أن نقف معه. أختي المسلمة، يا من ستخرجين بعد قليل بغير حجاب، فكري، توقفي، قولي لنفسك: لماذا لا أنفذ أمر الله الذي أمرني بالحجاب؟ رب السماوات والأرض، خالقي رازقي، هو الذي أمرني، لماذا لا أأتمر بأمره؟ هل وقتها تكوني من المتكبرين؟ المتكبرات أمر جد خطير، بل تكوني من التي ترتكب أشد أنواع الكبر. والحبيب صلى الله عليه وسلم يذكر، الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال حبة من خردل من كبر. إخوتاه أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان ظننا في أن الكبر أن نرفع رؤوسنا، أن نصعر خدودنا فنعرض عن الناس ونمشي في الأرض مرحا كما هو مذكور في وصايا لقمان لابنه، إذن فهذا تعريف قاصر للكبر. مشايخنا الكرام، شيخ سيد، نريد أن نسقط على واقع الأمة التي تعيشه الآن مسألة الكبر. هل الأبناء الذين يعقون آباءهم متكبرين؟ هل الأمور التي تحدث من حولنا، أكل الميراث كما قلنا، أو ترك الحجاب، ترك الصلاة إلى آخره من كل أوامر الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يكون تكبرا؟ يعني في الحقيقة من أعظم الإسقاطات في واقع الأمة اليوم ما تفضلتم به وذكرتموه من ترك الصلاة. نعم. في الحقيقة هذه المسألة مهمة جدا جدا جدا. نعم. وينبغي أن نقف عندها وقفة مهمة وطويلة. يجب على كل واحد منا أن يقف مع نفسه في هذه القضية الخطيرة المهمة، ألا وهي ترك الصلاة. الذين يتركون الصلاة ولا يصلون، الذين يسهرون حتى الفجر يشربون الخمور والمخدرات وما شابه ذلك، ألا فليتقي هؤلاء ربهم سبحانه وتعالى وليتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يفعل الله عز وجل بهم فعله سبحانه وتعالى بالمتكبرين من الخسف أو العذاب أو الأخذ الشديد أو النكال في الدنيا والآخرة أو ما شابه ذلك. فيعني إخواننا الذين لا يصلون، وأنا أقول إخواننا على استحياء، لأنهم لا يستحقون أن يكونوا إخواننا حقيقة إلا بأن يركعوا ويسجدوا لله رب العالمين. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهم إخواننا على الحقيقة إذا تابوا إلى الله عز وجل وقابلوا الحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى
ناخد الأخ رمضان عشان عايزين نضيف حاجة تانية اللي حضرتك بتقول. الأخ رمضان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أستاذ رمضان. ازيك يا مولانا؟ الله يبارك في حضرتك. والله أنا مستوى من الكلام وكده. يا رب يبارك فيك، يا رب يحفظك. ممكن أجاوب؟ اتفضل يا ريت. بسم الله الرحمن الرحيم. غزوة مؤتة. بس بالراحة كده عشان الخط بيقطع، اتكلم من موبايل. غزوة مؤتة. حاول تقف في حتة ناشفة زي ما بيقولوا. قطع الخط معذرة. طيب قدر الله ما شاء فعل. يعود تاني الأخ رمضان الاتصال. يعني نضيف للي بيسهروا، انت حضرتك ذكرت اللي بيسهروا يشربوا خمرة ويشربوا كذا مخدرات، هل ممكن يكون أيضا بيسهر لأفلام أو مسلسلات لكنه لا يصلي؟ والله يا شيخ، أو حتى بيسهر أمام الشاشات أيا كانت لكنه لا يصلي. والله يعني أنا لا أرى أن هذا أقل فسادا من الخمور. الذين يسهرون على الشاشات ويعني يتفرجون ويشاهدون المناظر الخليعة، ويعني يرون المحرمات وهي تنتهك والأعراض وهي تنتهك والعياذ بالله تعالى. هؤلاء لا يقلون أبدا عن شارب الخمر، لا يقلون أبدا عن شارب الخمر والعياذ بالله تعالى. ثم إن تارك الصلاة ألا يكفيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ألا يكفيه هذا القول حتى يرتدع عما هو فيه وأن يرجع وأن يتوب إلى الله عز وجل. وهؤلاء الذين يسهرون على القنوات الفاسدة ويرون المناظر الخليعة التي لا يرضاها الله عز وجل ولا يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم. مشاهد متعب، أنا زي متفق معكم أن أنا مشاهد، يعني بتناقش كلام المشاهدين. لما أسمع كلام حضرتك كده ممكن أقول لتارك الصلاة يا كافر؟ ينفع؟ هذه المسألة اختلف فيها بين أهل العلم على قولين. قول جمهور العلماء وهو أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، وأنه على إثم عظيم، حتى قال هؤلاء الذين لا يكفرونه قالوا إن شارب الخمر أقل إثما عند الله عز وجل من تارك الصلاة، وإن الزاني والسارق أقل إثما عند الله عز وجل من تارك الصلاة. يعني تارك الصلاة أعظم جرما عند الله سبحانه وتعالى من الذين يسرقون ومن الذين يشربون الخمور. على عظم هذه الذنوب يعني تارك الصلاة أعظم خطرا وأشد يعني جرما عند الله عز وجل. هنرجع للنقطة دي بس ناخد اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت زينب اتفضلي. من فضلك عاوزة أجاوب على السؤال. إيه؟ أجاوب على السؤال. جاوبي يا زينب اتفضلي. بالنسبة لغزوة مؤتة كانت بين المسلمين والروم. بين المسلمين والروم، غزوة مؤتة. العام الثالث للهجرة. في العام كم؟ الثامن. هي عامة بين المسلمين والروم، ده صحيحة. اتركي رقمك إن شاء الله تعالى. عايزين سؤال يا أخويا المشاهدون الكرام. جد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد المطلب مات ورسولنا صلى الله عليه وسلم عمره كم سنة؟ كان الحبيب صلى الله عليه وسلم عمره كم سنة لما مات جده، وليس عمه وليس أبوه وليست أمه. الكلام واضح إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، يا رب يحفظكم. وسؤال تاني سهل جدا: متى كان فرض الصيام؟ فمتى كان فرض الصيام؟ أنا أقصد بسؤال يا شيخنا، أنا قلت لك المشاهد إيه يعني، بحاول عشان لما نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. خلاص، هل يجوز إن واحد تارك صلاة وأنا عارف إنه تارك صلاة أقول له يا كافر؟ تارك الصلاة على حالتين. أنا بقول هل يجوز إن أنا مسلم؟ طيب أنا سأفصل في المسألة. أقول ولا لا؟ سأفصل. طيب. تارك الصلاة على حالين: إن كان يتركها جحودا وإنكارا لفرضيتها. معليش داخل بالجزئية دي، أنا راجل شايفه ما بيصليش، ما اعرفش نيته إيه. لا نقول له يا كافر. يبقى لا يجوز لي أن أنا أقول له يا كافر. نعم نقول له حديث النقطة اللي عايزين نبقى إيه؟ تاركة فرض الحجاب، هل يجوز لي أن أقول لها يا كافرة؟ لا طبعا. لا يجوز أن أنا أقول يا كافرة. لا يجوز. لا. يبقى إذن الكلمات على إطلاقها لا يجوز لمسلم أن يقول لمسلم. لكن يجوز يا شيخ أمير، يجوز أن احنا نقول لتارك الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أحذره بهذا الحديث دون أن أفصل له. نعم، أي نعم، نرهبه
نعم نخوفه بالحديث دون أن نفصل له. لكن عندنا يا شيخ طلعت نعم بعض الأقوال مشهورة، وبرضو الشيخ سيد هيشاركنا فيها بعد شوية. مشهور بين الناس انه واحد يقول لي مثلا ايه، انت مش هتورد على جنة يا اخي افعالك دي، وهو بيهزر يعني. مثلا بيمضي بيوقع بعد الواحد في الشغل، بيزور توقيع يعني، بدل زميله دخل قدامه وهو بيوقع، فيدخل التاني بتوقع بدل مين ده، انت كده مش هتورد على جنة. او سايب بالفصل بيغش، مدرس سايب الفصل بيغش، فيمر التاني يقول له انت كده مش هتورد على جنة. هذه الكلمات مدى خطورتها. احنا بنتكلم عن الكبر بقى، عايزين نقول ايه رد الحق في مثل هذه الامور. والله يا شيخ امير، يعني هي في مسألة الاقوال الشائعة بين الناس بين الصواب والخطأ. يعني هي دي لو فضلت يعني حضرتك افردت لها حلقة للاقوال، لان منها ما هو شرك للاقوال الشركيه، منها ما هو شرك محض، اللي هي مثلا ترى الله في برسيم والكلام ده قلناه يعني، كده الحلق اللي بدودان، ايوه دي قلناها، وكلام كتير. فامور كثيره جدا متعلقه بحق الله تبارك وتعالى يخطئ فيها كثير من الناس. فالكبر اذا اردنا ان نؤصل فيه مساله هذه الامور مبناها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل. الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل. ننزل هذا الأمر على الواقع. طيب ناخذ الأخ رمضان قبل أن نقطع الاتصال. السلام عليكم يا رمضان. أستاذ رمضان الخط معلش انقطع معلش. اتفضل يا أستاذ رمضان من الشرقية، بارك الله فيك، وفي أهل الشرقية وفي أهل مصر كلهم وأهل الإسلام. أهل الشرقية كلهم بيحبوكوا والله. الله يبارك فيك يا حبيبي الغالي، ربنا يحفظك. ممكن اجاوب على السؤال؟ اتفضل نسمعه. عشان اقوم اصلي والله. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. غزوة مؤتة دي كانت اللهم صل على النبي، كانت سنة 8 هجرية. ودي سبب هذه الغزوة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث رسولا الى الغساسنة بالشام. ده السبب. لكن رضاه احد امراء الغساسنة وقتله. تمام. كانت بين مين ومين؟ دي النبي صلى الله عليه وسلم وجه جيش بقيادة زيد بن حارثة فلقيته جموع الروم والغساسنة، يعني الروم عند مؤتة. تمام، يعني بين المسلمين والروم. طيب دي كانت بين المسلمين والروم، هي ومؤتة دي قرية في حدود الشام الجنوبية. تمام. دار واستشهد فيها زيد بن حارثة وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة. جزيت الجنة. هل تعرف السؤال بتاع جد النبي صلى الله عليه وسلم مات والنبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 8 سنوات. بارك الله فيك. اترك رقمك ان شاء الله تعالى. بارك الله فيك يا رمضان. طيب عايزين فنرجع بقى لهذه المسألة وتأصيلها، عشان عايزين ندخل على العلاج قبل وقتنا يعني. نعم. تمام. العلاج سريعا بقى. احنا دخلنا في العلاج وخرجنا من العلاج، دخلنا على الصورة. لا معلش احنا كنا بنتكلم في التواضع، لا عايزين علاج مثبت كده بنقاط. تمام. بارك الله فيك، ربنا يحفظكم. طيب المسألة هنا شيخنا المسألة ليها أصول. ايه هي؟ بيقول النبي صلى الله عليه وسلم الكبر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، اللي هم الفدادين أهل الوبر. بيجي منين الكبر؟ الكبر ده بيجي في حق الناس، وده المسألة اللي احنا عايزين ننزل عليها الواقع. الإنسان بيتكبر لما يرى لنفسه على غيره حق. يعني أنا شايف إن أنا أحسن من فلان بذكائي، بجسماني، بثوبي، أحق في الإمامة، في كل الأمور. ان انا يعني تحدث مشاكل في الزواج في الارياف، يقول لك انا حق بالولايه. انا طبعا الراجل الكبير موجود، كبير العائله، وبعدين يخرج ابوها، فابو البنت مثلا شاب من الشباب يقول ازاي ما اكونش انا الولي. فدي امور كلها بتقع في قلوب الناس، ان هو يرى لنفسه على الاخرين الحق انه افضل من الاخرين. تمام. فننزل هذا الامر على ماذا؟ يعني مثلا لما نجد انسان يركب سيارة فارهة، وسع الله تبارك وتعالى
عليه. بارك له في فهذا الرجل الذي وسع الله تبارك وتعالى عليه هذه النعمة، إما أن تكون نعمة وإما أن تكون نقمة والعياذ بالله، والعياذ بالله. فمن علم أن هذه نعمة كان دائما وأبدا يعلم شكر ربه سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه، فيتقرب الله تبارك وتعالى بشكره على هذه النعمة. وآخر يأخذ هذه النعمة ويتعالى بها على الخلق ويتكبر بها على الخلق. فإذا تجد بعض الناس يتعالى بسيارته. ومر بنا الحديث الرجل الذي كان يعجب بدبته أو ملابسه، يعجبه إيه؟ يلبس حلة حمراء. هذه الحلة أعجبته في نفسه، فقال في نفسه أنا أفضل إنسان لابس ثوب، أنا متعالي، صار متعاليا. نعم. فلما تعالى بثوبه كان جزاؤه أن خسف الله تبارك وتعالى به الأرض. فنقول للذي يتعالى شيك بدون رصيد، لابس بدلة، إيه المانع تلبس بدلة؟ لكن لابس بدلة وبعض المخالفات تظهر معها فيها شيء من مخالفات أخرى ليس من هدي المسلمين، فهذه الشياكة كلها يراها في البدلة دي. هو جايب بدلة سبور، جايب بدلة كذا، واخد بالك؟ فإذا به يزدري الذي يلبس إيه؟ قميص وبنطلون. أو يزدري الإنسان لابس إيه؟ ثوب، جلابية يعني. واخد بالك حضرتك؟ فهذا الإنسان قد يتكبر بثوبه، وهذا قد يتكبر بسيارته، وهذا قد يتكبر فيمنع حق الله تبارك وتعالى في المسألة التي أثرناها، الإرث. تمام. فهذا يمنع الحقوق. يعني هي بداية التكبر، عايز تقول برضو ان بداية التكبر شيء في النفس الأول، أيضا إلى النفس، شيء في النفس. نعم. ثم بعد ذلك يترك الحق. نعم. لكن أنا أقول لحضرتك أن رأيت بعيني أناسا في قمة التواضع لكنهم تاركين لفروض من فروض الله تعالى عليه. شيخنا الشيخ سيد، ما تقول في من يقول أنت مش هتورد على جنة؟ نعم، هذا القول يعني قول شنيع جدا، وقد ورد التحذير عنه منه، في لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي عند أبي داود، والذي رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجلان متواخيين في بني إسرائيل، كان أحدهما طائعا وكان الآخر كأنه يقول على ذنب معصية. أي نعم. فكلما قابل المطيع هذا العاصي قال له: اتق الله وأقصر، اتق الله وأقصر. فقابله يوما أو رآه يوما على ذنب وربي، على ذنب استعظمه. فقال اتق الله وأقصر. قال: خلني وربي، اتركني، خلني وربي، فوالله ما بعثت علي رقيبا. فقال له الرجل المطيع هذا، قال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. فقبض الله عز وجل أرواحهما، وقال لهذا المطيع الذي كان مطيعا، قال: أكنت على ما في يدي قادرا؟ من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، والعياذ بالله تعالى. طيب، يبقى إذن هذا القول لا يجوز، قول كلمة لا مش هتورد على جنة هذه. أي نعم. لا يجوز النطق به. أي نعم. إطلاقا بين أي مسلم ومسلم، أو أي مسلمة وأخرى، لا تقول لها أنها مش هتورد على الجنة. نعم. أو تتكلم عنها بصفة الغيبة، فلانة هذه أنت بتتعاملوا معها، دي مش هتورد على الجنة، وهكذا. هذه الكلمات لابد أن تختفي من مجتمع المسلمين، لأن هذا رد الحق في مثال الغيبة والنميم. طيب، احنا قلنا من الألفاظ يا شيخ سيد أيضا الأمور التي يعني فيها رد الحق ترك الصلاة، وقلنا أيضا مثلا أكل ميراث الآخرين، أكل ميراث الناس. نريد أن تبدأ معنا العلاج سريعا، نقاط محددة. طيب، أول نقطة في العلاج ألا نعارض الدين بعقولنا. يعني لا نضع عقولنا في أمور الدين. أول باب من أبواب العلاج ألا نعارض الذي ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بعقولنا، لا نعارض المنقول بالمعقول. وإحنا شيخ أمير نحن نعيش اليوم بين عصر الأدباء بين أناس للأسف يعني هناك أقوام كثيرون يعني يدخلون عقولهم في دين الله عز وجل، وللأسف لا عقول عندهم. لو كان عندهم عقل سليم لرضخوا ولتواضعوا لشرع الله سبحانه وتعالى ولم يعارضوا المنقول بالمعقول. لأن ديننا يتوافق مع العقل السليم. أي نعم.
تمام. لا تعارض أول إطلاقاً نقطة بين العقل والنقل، بين العقل السليم والنقل الصحيح. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب من 5 مجلدات اسمه درء تعارض النقل والعقل. ليس هناك تعارض أصلا 5 مجلدات. أي نعم، لا تعارض بين النقل والعقل. بين النقل والعقل. نعم. شيخنا الشيخ طلعت النقطة الثانية. يعني النقطة الثانية وهي الانقياد والتسليم التام لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خاصة لأنه موضح لما جاء في الكتاب والسنة. أحبابي المشاهدين، نحن نعالج الكبر الآن. نعم. نضع نقاط لعلاج الكبر، وممكن كل واحد فينا وكل أخت مسلمة قاعدة وبتكتب يبقى بتكتب النقاط الأساسية ثم ترجع إلى تفاصيل في الكتب موجودة إن شاء الله تعالى مع أهل العلم. نعم. فضل يا شيخ. ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يبقى الانقياد والتسليم التام لنبينا صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. أيوة. وهو سيد المتواضعين بهذه الآية. لأمر الله ورسوله. النقطة الثالثة يا شيخ سيد. النقطة الثالثة هي أن الله عز وجل قد رضي لهذا المسلم أن يكون لك أخا، فالواجب عليك أن ترضى بأخوة من رضيه الله لك أخا. الله. لأن الله عز وجل قال: جميل. إنما المؤمنون إخوة. فإذا تكبرت عن هذا اللفظ فأنت متكبر بلا شك. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المؤمنون إخوة. نعم. في الآية. نعم. يعني إذن علاج الكبر أن أعتبر كل المسلمين إخوة لك، إخوة لي. نعم. وهذا ليس جعلا بكلام، لكنه بمعنى الأخوة الحقيقية، أن أرضى بهذه الأخوة التي ارتضاها الله لنا. أي نعم. ماشي كده؟ يعني واضحة النقطة دي إن شاء الله مع إخوان المشاهدين. الأخرى الرابعة كما قيل: اقرأوا التاريخ فإن فيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر. سير سلفنا الصالح وأحوال المتواضعين بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. نقرأ في السيرة ونساء. نعم. وأول ما نقرأ بقى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. نجد الروعة. نعم. والإبداع والجمال كله في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وفي عدم تكبره، ولذلك هو كان فوق الرأس والعين لأصحابه، بل كانوا يقولون: فداؤك نفسي، فداؤك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تلي ذلك: ألا ترد على عدوك حقا، كما ذكرنا في المثال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأنه لم يرد الحق الذي جاءه من الشيطان. ألا ترد على عدوك حقا، هذه نصيحة غالية جدا. ألا ترد على عدوك طبعا هذا حقا. سبيل عظيم من سبيل التواضع. يعني الحق جاءك حتى لو كان من عدو. أي نعم. فتقبله. أي نعم. وده يخلينا يقول قول الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. نعم. حسبه جهنم. يعني الإنسان اللي لمجرد ما نقول له اتق الله المفروض يقول إيه؟ اللهم اجعلنا من المتقين. نعم. وسيدنا عمر بن عبد العزيز لما كان ماشي في المسجد، والراجل اللي ماشي وسيدنا عمر خبط فيه قال له: هل أنت أعمى؟ فقال له: لا، لست بس. نعم. يعني انتهى. نعم. يعني قمة التواضع وقمة وهذا خليفة المسلمين. نعم. وهذا إنسان عادي جدا، بيقول له: أنت أعمى؟ يعني خلي واحد تاني بقى، ده أنت بنشيل في الطريق يا شيخنا، أقول له: يا بني آدم، لما يكون داخل عليك بالسيارة ولا حاجة تقول له: يا بني آدم، يقول لك: أنت اللي كذا وأنت اللي كذا، يسبك وأنت بتقول له: يا بني آدم. سبة. يظنها سبة، لأنها بتقولها في موضع التنبيه والتحذير، ودي مآسي. نحن لا نجد الآن تواضع في وسائل المواصلات، تواضع غير موجود، وللأسف الشديد بقى الكبر، وهو حب النفس وحب ما ينفعني فقط. نعم. طيب في نقطة أخرى. نعم. أن تقبل من المعتذر عذره. أن تقبل. أي نعم. إذا اعتذر لك أخوك طيب فتواضع واقبل منه عذره. طيب إن شاء الله تعالى، لأنه المخرج منبهني للوقت خلاص انتهى. تمام.
في عندك إن أحببت كلمة أخيرة في نصف بارك دقيقة. الله فيك. أقل من نصف دقيقة. ألا يرى المرء أو الإنسان منا لنفسه حقا على الآخرين. ألا يرى الواحد منا لنفسه حقا على الآخرين. يعني بمعنى جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال في المتكبرين يزجرهم: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني كنت نفسنا ننبه دي من زمان قوي، النقطة دي جميلة جدا. ودي الموضوع عن المشاهدين اللي يحب الناس تقف له فليتبوأ مقعده من النار. كلام النبي صلى الله عليه وسلم جزء بسيط جدا. نسأل الله العافية. يقول لك انت بتسلم عليا ليه كده؟ انت ما تقومش ليه تسلم عليا وانا واقف؟ يعني مما قاله علماؤنا انه الواحد يقابل الانسان ويسلم عليه ويقبل كتفه، يعني كرجال اذا كان في سفر او قادم من سفر. طيب شيخنا في نصف دقيقة ايضا. ان تخضع للحق فتنزل عن رأيك له. يعني الانسان منا يخضع للحق ويتواضع للدين حتى يتهم عقله في مقابل النصوص الشرعية. إذا جاءك عن الله شيء فخذه واقبله حتى ولو لم تكن مقتنعا به. يعني نقول هيئ نفسك دائما وأبدا حبيبي في الله، أختي المسلمة، كل واحد منا يهيئ نفسه أن يقول إن شاء الله تعالى إن كان هذا حق فأنا أتبعه، إن كان غير حق وكنت عليه في الحال سأتنازل عنه. أذكر مثلا في ربع دقيقة في غزوة الحديبية الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت الشروط الصلح شهية جدا عليهم. ومع ذلك تواضعوا وقبلوها. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. أحبتي في الله أيها المشاهدون الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وعلى جلوسكم معنا وعلى صبركم علينا. أسأل ربي تبارك وتعالى أن نكون قد حاولنا إزالة بعض هم من هموم الكبر إن شاء الله تعالى. لا يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي الكريمين الشيخ سيد محمود بارك الله فيه والشيخ طلعت عرفة. أحبتي في الله إن يحبكم جميعا في الله. حبك الله. وإن شاء الله إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى مع الشيخ عماد مالك في بدع الجنائز وما يخص أمر الجنائز والموت بإذن الله تعالى من هموم لابد أن نزيلها. وأيضا بإذن الله تعالى بعد غد أنبه إلى هموم المراهقة. هذه الهموم مهمة جدا مع الدكتور محمد حمودة وهو من علماء الأزهر الشريف يوم الثلاثاء بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل ربي أن يتقبل مني ومنكم جميعا وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الصحة والجمال، جمال الصحة وصحة الجمال. الآن وقلت يا رب. وبقول يا رب بارك في قوتي وقوتي، بارك يا رب وعليك دكان دنيتي. ده انت